خليني أسألك سؤال بسيط. كم مرة قلت لنفسك أنا لازم أتعلم إنجليزي؟ حمست نفسك، نزلت تطبيقات، فتحت فيديوهات، ويمكن حتى بدأت كورس، بس بعد كام يوم فقدت الحماس والدنيا رجعت زي ما كانت. عارف ليه؟ عشان كنت بتمشي الطريق الصعب، والطريق الصح هو إنك تبدأ خطوة بخطوة، من غير ما تضغط على نفسك، من غير ما تدفع فلوس، من غير ما تضيع وقتك في طرق مش ليك. انا هنا مش هقولك خد كورس او ذاكر 3 ساعات يوميا، انا هقولك على خطه بسيطه جدا لو مشيت عليها 30 يوم هتحس انك اتولدت من جديد. معاك لغه جديده هتفتح لك ابواب كتيره قدام. جاهز؟ يلا نبدا الرحله. انا كنت دايما بحب اللغه الانجليزيه من كل المواد اللي في المدرسه، لكن لما كنت بحب ان استعملها في حياتي اليوميه مش بعرف. ولما فكرت لقيت ان الطريقه اللي اتعلمنا بيها في المدرسه هي اساس المشكله. كل اللي بيحصل ان المعلمه تدخل الفصل تمسك القلم تكتب شويه كلمات على السبوره، والمفروض منك انك تحفظ الكلمات دي. المشكله انه اغلبيه الكلمات او القواعد المتعلمة في المدرسة مفيدة بس في إننا نفهم اللغة، لكن مش كفاية عشان نستخدمها في حياتنا الواقعية. كمثال، لما يجي واحد أمريكي أو أي أجنبي يتكلم عربي بالتأكيد هيتعلم اللغة العربية الفصحى. لما يحقق حلمه مثلا في إنه يسافر دولة عربية فلنفرض مصر، هيتفاجأ باللهجة المصرية اللي مسمعش عنها قبل كده. هكذا الحال في اللغة الإنجليزية، وعشان تتجنب كل ده تضطر تعلم نفسك ذاتيا. ده بالظبط اللي هشاركك بيه دلوقتي، 5 خطوات بسيطة لكن فعالة هتغير طريقتك تماما في اللغة. الخطوة الأولى: اسمع قبل ما تحفظ. اوعى تبدأ بحفظ الكلمات. الناس فاكرة إن الحفظ هو البداية، بس الحقيقة إن المخ بيشتغل بطريقة مختلفة. الطفل الصغير بيسمع كلام أهله شهور قبل ما يبدأ ينطق أول كلمة. ابدأ ب10 دقايق يوميا من بودكاست أو فيديو بسيط، حتى لو مش فاهم كل الكلام. أهم حاجة تسمع النطق والإيقاع وطريقة تركيب الجمل. اختار حاجات مناسبة لمستواك زي سلسلة BBC Learning English، ودول بيكونوا 2 غالبا بيعلموك نطق الكلمات أو أي جمل، وده هيكون مفيد ليك جدا في سماع اللغة من أصحاب اللغة. وكمان ممكن تحضر كرتون للأطفال، وأنا هنا برشح ذا لايون كينج، وده لأنه فيه جمل مختلفة والكلام واضح ومفيد. أو كرتون توي ستوري، وده مفيد جدا للمبتدئين. شغل فيديو أو بودكاست وأنت بتجهز أكل أو بتتمشى أو قبل حتى ما تنام. خلي الإنجليزي يدخل في حياتك ومن غير ما تحس تتعود عليه. تاني خطوة: الجرامر مش مهم في بداية الأمر. أي حد بيروح يتعلم لغة جديدة بيبدأ غالبا بالكلمات بعدها الجرامر، بس في البداية الجرامر مش أولوية. في ناس بتقعد شهور تتعلم قواعد ومتعرفش تقول I'm hungry او انا جعان. ركز على الكلمات الاساسيه. لو خلصت فقره الاستماع وهتبدا ان شاء الله في الكلمات، ركز على الكلمات الاساسيه اللي بتتكرر كل يوم. يعني مثلا انت كلمه فولكان، الامريكان مش بيستخدموا فولكان في حياتهم اليوميه، فانت لما تيجي تتعلم كلمه زي كلمه فولكان هتضيع فيها وقت لان هي مش بتتكرر في الحياه اليوميه. ولو حابب تبدا بحفظ الكلمات ابدا مثلا ب5 كلمات في اليوم، ما تستقللهمش لان مع الوقت ممكن يبقوا 150 كلمه في الشهر. وكل كلمه احفظها، اسمعها وانطقها واكتبها بس على هيئة جمل. يعني مثلا كلمة hungry اكتبها I am hungry، كلمة like اكتبها I like coffee. ولو غلطت عادي جدا، المهم انك تستخدم الكلمة. ويفضل ان تخلي معاك كشكول صغير تسجل فيه الكلمات دي يوميا. بعد اسبوع تحس ان في تغيير، وهتلاحظ انه بعد اسبوع هتلاقي في كلمات بتتعرف عليها احسن من الاول، وطريقتك في القراءة تبقى احسن من الاول. تالت خطوة: اتكلم حتى لو مع نفسك. الناس دايما بتخاف تتكلم انجليزي او خايفين يغلطوا، بس اللي ما يغلطش عمره ما هيتعلم. اتكلم مع نفسك قدام المراية او سجل صوتك، او حتى احكي ليومك بالانجليزي وانت لوحدك. قول حاجات بسيطة زي I woke up at 8، I eat breakfast، I watch TV. اعمل كده كل يوم حتى لو دقيقة واحدة. عايز تتطور اسرع؟ اكتب مثلا يومياتك باللغة الانجليزية، ولو مش عارف ممكن تترجمها في اي تطبيق. وانا كنت وضحت عن اهمية الكتابة او كتابة اليوميات بشكل عام في فيديو منفصل اللي هو 5 عادات بسيطة بيعملوا فرق كبير، وهسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف. رابع خطوة: نظم وقتك والتزم. اكبر غلطة انك تبدأ باندفاع، تقول هذاكر ساعة كل يوم بعد اسبوع تبطل. لكن الحل انك تبدأ صغير. ابدأ 10 دقايق سماع، 10 دقايق كلام، 10 دقايق كلمات. لو قدرت تزود بعد كده ممتاز، لكن لو ما قدرتش كفاية انك مستمر. اعمل جدول اسبوعي بسيط كمثال يعني للجدول: الاثنين سماع زائد 5 كلمات، الثلاث مراجعة زائد تمارين نطق، الاربع مشاهدة فيلم قصير وتحاول تفهم الكلام اللي بيتقال في الفيلم. الاستمرارية اهم من اي حاجة، والنتائج بتيجي على المدى البعيد. السر مش في السرعة، السر انك متوقفش. وفي النهاية انت مش اقل من اي حد اتعلم انجليزي. الفرق الوحيد انهم بدأوا وفضلوا مستمرين. اللغة مش مستحيلة، لكنها محتاجة صبر وذكاء مش مجهود مجنون. ابدأ النهاردة من غير ما تستنى الوقت المثالي. ابدأ ب10 دقايق بكلمة واحدة بجملة واحدة، وكل يوم هتضيف وقت حسب مقدرتك ووقتك. خلي الانجليزي جزء من يومك زي ما قلنا: سماع في الاول، حفظ كلمات، لو خلصت الاستماع، مشاهدة افلام قصيرة. وحقيقي مستقبلك هيشكرك على الخطوة اللي تاخدها النهاردة. وفي النهاية اتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.